اسفة جدا 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 على بشاعة المنظر وعلى اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بس انا حبيت يعني ايه اكمل معاكم الفيديو اللي فات واوريكم بقى الخزين اللي حصل فيه بقى من جوه يعني، او الدولاب بقى. طبعا انا اسفة على المنظر، بس عايزة اقول لكم ان كل الحاجات دي اترمت. كل اللي انتوا شايفينه ده اترمى، ما عدا طبعا كان في عدة شغل، يعني مثلا زي اللي هو شاكوش مفك كده. لكن كل ده اترمى، ما عدا عشان اكون صادقة يعني، ما عدا بقى الحاجات اللي كانت متقفلة يعني في الكراتين. يعني مثلا كان في كرتونة زيت، كان في بلتة سكر. طبعا في يعني تقريبا بلتة السكر نصها اترمى. كل اللي كان مخروم او مقطع انا رميته، علشان طبعا الفيران جت فيها. كل الحاجات دي اترمت. كان في اسلاك، كان في سلك تكييف، طبعا ده ما ينفعش ان انا ارميه. بس بقى منظفات طقم حمام شبه كده، مفارش رمضان، لعب للعيال، كل حاجة اترمت. انا لو اوريكم الصورة، او ممكن مثلا اصورها لكم والله واوريكم الحاجات دي. يعني بصوا، شايفين الكيس الكبير ده؟ كيس ده بتاع عزال، ده بياخدوه بيتحط فيه العزال، هدوم او كده. كل ده اتلم كده وبصوا اتملى على اخره، وانا رميته. مش انا شلته رميته، لا يعني اترمى كله. كل حاجة رميتها دي. بصوا عدة شغل برضو، مسامير وحاجات زي دي كده. فدي طبعا ما ينفعش يترمي. المهم انا حبيت بس اصور لكم المقطع ده. وهنا بقى كنت بوريكم اللهم صل على النبي، الكتاشي والحاجات اللي انا طلعتها. بصوا حتى الربصه يعني المسحوق، معرفش يعني ليه، معرفش بجد. حاجة مقرفة جدا جدا وشيء مقزز، وانا اسفة بجد والله ان انا صورت لكم حاجة شبه كده. فانا بشارككم. بصوا بقى، ده كان يعتبر كان عشانة قبلها بيوم، بس كان المية قطعت، فكنت تعبانة بقى جدا ومش قادرة بقى اعمل اي حاجة. فبصراحة ما قدرتش ان انا اكمل. تمام. فهنا اول حاجة بقى عملتها ان انا يعني احنا اتعشينا ونمت، وما كنتش قادرة بصراحة. واصلا ابني الصغير كان تعبان، يعني سهرت بيه بقى وعمال يعيط ويصرخ وتعبان، مش عارفة اعمله ايه والله. سهرت بيه وما كنتش قادرة بقى، يعني خلاص انا مش عارفة اصلا اعمل حاجة تاني. بس المهم دي بقى الحاجات اللي انا خرجتها من البلكونة اللي هي نافعة وتصلح لللبس، فغسلتها يعني. تمام. يعني في حاجات اصلا جديدة، انا الكتاشي دي كنت غسلاها وكنت نشراها وحطاها في الكروانة البانيو ده اللي هو بتاع اسد وهو صغير، على اساس ان انا ادخله من البلكونة. تمام. طبعا حصل اللي حصل وانا مشيت لما هو توفى. ربنا يرحمه يا رب، ويجعل راضي الجنة يا رب. فالحمد لله على كل حال والله. انا بصوا بعتبر كل اللي حصل ده يعني الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. حطيت بقى كلور، وحطيت اسمه ده كلوريكس الوان، وحطيت اسمه ايه، المسحوق يعني بتاع الغسالة. طبعا كل الحاجات دي هتترمى. الدرجين بتوع التلاجة دول انا غسلاهم، ودي لحمة انا كنت مخرجاها عشان النهاردة هعمل فتة. تمام. وازازة الزيت دي انا مفضياها. كان ازاز الزيت كانت مخرومة، لكن الزيت يعني الازازة بحالها مقفولة، بس كانت مخرومة. هما كانوا 3 ازاز مخرمين غير بقى اللي انا رميتهم، فاهمين؟ فدول كانوا يصلحوا يعني. فانا قلت حرام يعني مش خلاص بقى، مش للدرجة دي. فحطيتهم بقى في الازازة بتاعت البيبسي دي. وبصوا بقى هنا البلكونة، انا لحد دلوقتي بصراحة لسه ما عملتهاش، لان انا عايزة خرطوم. فجبت خرطوم كبير، ولكن
طلع برضو مش موصل للبلكونه، فانا عايزه خرطوم يا جماعه، البلكونه عايزه خرطوم حرفيا. مش عايزه ان انا اجيب ميه وادلق، لا 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 لا، انا عايزه خرطوم امسكه، يعني امسكه اغسل بيه البلكونه دي كده حرفيا من اولها لاخرها، وكده كده مفيش فيش خالص في البلكونه. تمام. واجيب بقى كل المساحيق اللي اخترعت في العالم، وافضل ادعك في البلكونه دي، بجد انا قرفانه منها بطريقه يعني انتوا مش هتتخيلوها. اديكوا شفتوا المنظر، وربنا يا رب يكفيكوا شر القرف ده بجد والله. يعني مش عارفه الناس يا عيني اللي بيكون القرف ده موجود في بيوتهم عايشين ازاي بجد والله. الله يكون في عونهم. الحمد لله رب العالمين. بس فانا النهارده بقى حاولت ان انا ايه الم اكتر الحاجه يعني من البيت وكده، علشان خاطر ايه. انا مش عارفه قلت لكم الفيديو اللي فات الشاشه بتاعتي باظت ولا ما قلتلكوش. بصوا يا جماعه، انا موتوري اتحرق، موتور الميه اتحرق قلت لكم تقريبا، والشاشه بتاعت البيت اللي هي بتاعت اوضه الليفنج باظت. فانا جبت حد يعني عشان يصلحها. اخويا جاب واحد هناك عندنا عند ماما بيصلح يعني شاشته كده. هتقولوا لي ممكن توديها التوكيل. بصوا بصراحة انا بخاف من التوكيلات والحاجات دي، لان التوكيلات قبل كده حماتي آه بعت التلاجة وسرقوها او حاجة كده يعني، فانا بخاف يعني. المهم يعني، وده يعني ده مهندس اصلا يعني، هو مش اي حد وخلاص، هو مهندس وشاطر على فكرة. احنا مش اول مرة نجربه، وهو اخويا جابه يعني، وجه وقال الدنيا فيها ايه، وقال لي هجيب يعني هاخد الشاشة تحت واصلحها. هي الليد اتحرق بتاعها والبوردة، وخدت كهرباء زيادة، حوارات يعني كتير. معرفش خدت كهرباء زيادة ازاي وهي اصلا بقالها 4 شهور مقفولة. المهم الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، وكل ربنا بس يجيبه كويس. والحاجات بقى اللي انا مغطياها على السفرة دي بواقي الخزين يعني اللي بقت، والحاجات اللي تصلح ان احنا ناكلها وما بيكونش في اي ضرر يعني منها، لان كل الحاجات الباقية معلبة يعني، فكانت بعيدة يعني الحمد لله. ف والله الموضوع مش موضوع بقى ايه يعني، ان هو خزين واتاكل ولا مثلا ولا القرف ده. الموضوع في القرف نفسه يعني، فاهمين؟ لكن لو عارفين لو حد مثلا استخدمه، لو هو باظ من الخزين ده عادي مش مشكلة، لكن القرف ده المقرف في الموضوع. والبيت لما يكون مهجور كده وبالشهور مقفول، فدي حاجة وحشة جدا. فالحمد لله، فانا مغطياه كده بس مش لاقي حاجة عندي قديمة، فلقيت البشكير ده. هو مش قديم، هو عادي نستخدمه كده، بس ده اللي لقيته يعني عندي اقدر اغطي بيه بس ايه الحاجة كده، عشان يعني ما تكونش يعني متعرية، فاهمين؟ بس هي طبعا كلها معلبة زي ما قلت لكم، بس يعني ايه مش عايزاها تكون مثلا في وش الباب كده يعني. الواحد صراحة اقول لكم حاجة، والله العظيم الواحد خلاص اتعقد، فاهمين؟ يعني انا ما كنتش بؤمن بالحسد ولا الكلام ده، لان طبعا الحسد مذكور في القرآن، بس انا ما كنتش في دماغي يعني، ما بحطش في دماغي ولحد دلوقتي والله. بس خلاص بقى بقيت احرص، فاهمين؟ يعني خلاص الواحد بقى استكفى، الحمد لله رب العالمين. لان انا مش من الناس يا جماعه برضو اللي كل حاجه تحصل في حياتها اقول ده حسد، لا طبعا. بس هو يعني الواحد بيعمل احتياطاته، وكمان ايه يعني، والله الواحد بيخاف من نفسه يعني. انا مثلا لما بشوف حاجه كويسه او حاجه حلوه بقول بسم الله ما شاء الله، بقرا قران في سري. لو شفت ابني مثلا حلو في عيني اي حد مني، عشان انا ممكن احسد، انا ممكن احسد يا جماعه، مش شرط يعني يكون انت عينك وحش، انا ممكن احسد حاجتي. انا حطاه مثلا ممكن في رايحه جايه انا احسدها، بلاش حد غريب. وهي كمان في وش الباب يعني، كل ما افتح الباب هي الحاجه باينه. بس فوالله يعني انا مش في دماغي الموضوع قوي، بس يعني اهو ده اللي انا عملته بقى وخلاص. طبعا بصوا انا لميت الدنيا كده خالص خالص، فاضل لي بقى شط غسيل تحفه تحفه. عندي شويه غسيل يا جماعه، يا لهوي. محتاجه بقى زي ما قلت لكم اجيب الخرطوم
طويل، يعني اكمل الخرطوم اللي عندي واوصله بالميه وبصوا، واحمي البلكونه دي كلها، اديها دعكه حلوه جدا جدا جدا، دعكه محترمه كده. وان شاء الله هصور معاكم الفيديو ده. ليه بقى؟ لاني عايزه اغسل، ولما اغسل عايزه انشر، فهنشر فين غير في البلكونه؟ عايزه انشر على نظافه، فاهمين؟ بس ادعوا لي ربنا يقويني على اللي انا فيه، ويقويني على ولادي، ويقويني على كل حاجه انا بمر بيها. بس انا راضيه جدا جدا، كل رضا والله، الحمد لله، ربنا يعيني. جينا بقى هنا عند مسح الارض. طبعا انا كنت بسيق بميه سخنه جدا، سخنه جدا. طبعا الميه السخنه في التسييق يا جماعه بتبقى حلوه قوي، لان هي بتساعد ان لو في اي حاجه في الارض مثلا لزقه او كده، فهي بتخرجها بسهوله. وطبعا مع المساحيق اللي انا حطيتها، ده كان مسحوق من ايه مش عارفه اسمه ايه والله، نسيت، واطي اسد، مش عارفه. المهم يعني هو حلو للارضيات. كنت جايباه من فتح الله واطي يا حبيبي. وكنت جايبه ايه تاني؟ يعني انت لو ما عندكيش مسحوق مخصص للمسح الكلور ده، عندي اشتغلي بالكلور، ما فيش احلى منه. بس وايه تاني؟ اللهم صل على النبي. واللي هو معطر فريدة ده بجوز الهند، برضو ريحته تحفه. انا اصلا يا جماعه يعني بحب قوي الكلور، لان الكلور معقم اصلا، هو معقم لوحده. البت دي بقى غلبتني، كل شويه اقول لها يا بنتي اطلعي اقعدي فوق، يا بنتي اطلعي اقعدي فوق. الشوشه دي بقى اسمها ايه، الشرشوبه دي افشل حاجه في الحياه. عايزه اقول لكم دي جديده، انا لسه فكاها من العلبه بتاعتها. عماد يا رب، ربنا يا رب يفك كربه من اللي هو فيه. كان جايبها لي وانا ما كنتش استخدمتها بصراحه، كنت شايلاها يعني لما انعزل، فقلت خلاص بقى يلا. المهم فكيت، انا اصلا عايزه اجيب واحده اللي هي الموب، لان مفيش احلى منها، وعايزه اجيبها من جرين واي. فانا هحاول اطلبها اونلاين ان شاء الله باذن الله. باذن الله هاخد اللينك بتاع جرين واي من اي قناه منزلاه، ولازم اطلب الموب بتاعتها، يعني مش لازم ان شاء الله، عشان حرام كلمه لازم دي. ان شاء الله في كل حاجه وطبعا زي ما قلت لكم فاشله ومش ومدوخاني. المهم من فات قديم وتاه، رحت جايبه فوطه قديمه عندي، ورجعت للاصل وعملت ايه، ومسحت بيها يا جماعه. هنا بقى المطبخ كان محتاج ان هو يتقلب فيه ميه، قلبت كل الميه الباقيه فيه، وميه سخنه برضو. عايزه اقول لكم ان انا بختصر معاكم يعني انا بطول في المسح اكتر من كده، بس انا بقص يا جماعه، يعني عشان ما تفكروش ان انا مثلا مسحت كده وخلاص. لا، هنا بقى كنت انا قاعده انا ومامة جوزي، حماتي. يعني انا ما بحبش كلمه حماتي على فكره، ولا بحب كلمه حماتي ولا حمايه. يعني جوزي لما كان يقول لمامتي انا يا حماتي، اقول له ما تقولهاش يا حماتي، انا ما بحبش الكلمه دي ابدا. بس فكنت بقى خلصت كل حاجه، وفي حاجات كتير عملتها. يعني انا مسحت الاوض على فكره، كمان اوضه النوم. الفيديو اللي فات يا جماعه برضه انا كنت عامله الاوض، وكنت عامله اوضه النوم. اوضه النوم كانت على بعض الفيديو اللي فات، بس انا ما بصورش في غرفه النوم عشان اكون صريحه معاكم. يعني بحسها حاجه خاصه شويه، فاهمين؟ هو البيت كله خاص، بس بحس غرفه النوم حاجه خاصه شويه، انا ما بحبش اصورها وخلاص. المهم اللهم صل على كامل النور. يعني انا الفيديو اللي فات انا ما كنتش الفيديو كله اللي انا عملته ده قدامكم، لا ده انا في مليون الف حاجه بعملها بره التصوير وبره الكاميرا. بس هنا بقى كمان انا كنت عملت الاكل، صراحه ما حبيتش ان انا اطول عليكم اكتر من كده واعمل معاكم الاكل، فيعني حبيت برضه اشارككم ايه يعني لقطه كده، مقطع صغير. بصوا العيش ده مش عيش اللي هو الرده او العيش الناشف او العيش المقمر، لا ده عيش ابيض عادي اللي هو من الفرن الشامي. فانا قطعته كده، قصيته بالمقص وحمرته السمنه البلدي، فكان طعمه تحفه. وعلى طول هاكله كده، يعني مش هاكل تاني عيش المقمر ده. تمام. وهنا الطاسه التانية توم انا مخرطاه كده والشوربه دي، عايزه اقول الحله دي مش بتاعتي اصلا، واصلا ما كنتش لاقيه حل اعمل فيها، لاني خايفه اخش البلكونه، لان الدولاب التاني ده اللي في البلكونه فيه حلل، فالحلل كلها عايزه تتغسل، فانا هغسلها كلها. كل المواعين اللي في الدولاب ده
هغسلهم في البلكونه لما اجيب الخرطوم واغسل البلكونه. ان شاء الله هصور معاكم فيديو، بس الفيديو ده محتاجه حد يصورني، لكن انا احط ستاند واصور مش هعرف، لان البلكونه صغيره مش هعرف، التليفون هيتكسر، يقع يعني، ممكن يقع يتكسر، بس مش هملك يعني. المهم هنا بقى كنت عملت الاكل وخلاص، وعملت فته، والفته كان طعمها حلو قوي تمام، وكانت سخنه وملهلبه كده، والاكل متاكلش غير سخن. انا صيف شتا لازم اكل الاكل سخن. واللحمه دي كانت موزه، وانا من عشاق اللحمه الموزه، ومامة جوزي كمان هي كانت بايته معايا يعني حاليا لحد دلوقتي، بايته معايا يومين كده في البيت، وهي كمان بتحب اللحمه الموزه، وانا اصلا مطلعاها عشان هي بتحبها يعني. اخر طبق ده بصوا كنت بتلهلب، بصوا هتشوفوا دلوقتي الطبق ده. بصوا بقى انا ما اعرفش انا مسكت نفسي ازاي. بصوا ما اعرفش انا سرحت ولا ايه. بصوا بتلهلب. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واسفه اني ما سلمتش عليكم والله. يا رب تكونوا بخير كلكم، بصحه وسلامه، محدش يجيب لكم، محدش ايه، ربنا ما يجيب لكوش حاجه وحشه ابدا يا رب. بس ده كان غدايا وده كان يومي، اتمنى تعملوا لايك، امان عليكم.